مساكم الله بالخير، حياكم الله ويانا على الهواء 360 اف ام. سالم العومي شلونك؟ هلا بالحبيب، هلا ابرك الساعات. هلا 3 بيز والله يحفظك النحل كله. شلونك؟ الله يعزك يحفظك. شلون امورك؟ الحمد لله بنعمه فضل رب تعال العالمين. شوي كذي بس يلا ها شوي عشان صوتك يطلع الله. مضبوط. يلا، اوكي تمام ممتاز. شلونك سلام؟ شو الاخبار؟ الحمد لله يا رب لك الحمد. شلون نحل نيبه؟ اوه الحمد لله. عال العال. الحمد لله. احنا الحين تو بلش عندنا موسم السدر الكويتي، تمام. فاحب ابارك حق اخواننا النحالين اللي بالكويت بدايه هذا الموسم، وان شاء الله يكون موسم خير لجميع النحالين اللي بالكويت، وان شاء الله الكل راح ياكل من القطفه باذن الله شهر 11 اذا الله احيانا. باذن الله. الله شهر 11 شهر 11 الحين بدايه الموسم. أيه. شهر 10 شهر 9 يبلش الموسم. النحالين يبون النحل من برا الكويت بطيارات خاصه، بعدين يحطون يبون نحل. نعم. اشرح لي هالنقطه هذه. طيب احنا مثل ما تعرف الكويت دوله صحراويه، فصعب انه يصير في عندنا تكاثر النحل بالصيف، صح. فيصير في عندنا فقد للنحل، فنضطر احنا كنحالين ان احنا نستورد نحل سنويا من خارج الكويت، وهذه تعتبر احد التحديات والصعوبات اللي تواجه النحال الكويتي، حلو. لانها بالنهايه هذا الموضوع انك تجيب نحل بالطيارات هذا شيء مكلف. صح. جميل. فبلش الموسم، فابارك لجميع اخواننا النحالين بدايه هذا الموسم. يعني الحين يبونهم يهدونهم. يحطونهم بالبيوت ويهدونهم. يسرح النحل ويبدي يمنع. ويروح يفتر ويروح عند الورد والزهور والازهار ويرجع. هو في فرق بين الورد والزهور والازهار؟ والله طبعاً. ما ادري، وانت النحال مو طبعاً. انا. طبعا هذا النحال مو مزارع. وبعدين لحظه، وبعدين لما عقب ما يخلص الموسم النحل هذا يتصندق ويرد ديرته. يعطيك بعدين قطفه ثانيه وقطفه الربيع، بعدها يدش بالصيف، بعدين خلاص. يعني بالصيف يسافر النحل، بالصيف يودع. يموت. احنا نودع لولا رحمه رب العالمين والتكييف اللي عندنا. يعني صدق انا سمعتها من قبل ان النحل له سايكل بالحياه. اكيد. يخلص شغله مثلا سبحان الله، يخلص مثلا قطفه قطفتين، صح. الجو يصير حار يموت. السايكل مال النحله الطبيعي، عمر النحله الطبيعي 4 إلى 6 أسابيع، تخيل عقبها تودع تموت. نعم. اخر دراسات تقول ان عمر النحله على ايش كثر هي قاعده تتحرك ونشاطها. شفت يقول لك سيرفس السياره اما تمشي هالمسافه او 6 شهور، فاما واضحه الفكره. يعني يا اما تشتغل لدرجه يعني أنا تنتهي يعني تنهي انا اسالك نفسها. سؤال، انتم الحين كل سنه تجيبون نحل من برا؟ كل سنه نجيب نحل من برا الكويت، وهذه عمليه شاقه ومتعبه حق النحال الكويتي والنحال الخليجي بشكل عام، كل دول الخليج. زين بالكويت صعب انك تطلع نحل او تعيش نحل عندك. أم تقدر تسوي له مكان مسكر مثلا مؤقت. شوف كمبادرات شخصيه انا قدرت اسويها على لو سكيل، على حجم جدا صغير. زين. بس كاسويها على حجم كبير بالوضع اللي احنا فيه ما اقدر. يعني تبارك الرحمن احنا اليوم ب3 بيز عندنا ما يقارب 300 منحل، عندنا ما يقارب 4 إلى 5000 خليه نحل. حلو. فصعب ان انا هذول كلهم اخليهم يعيشون الا اذا كان مثلا في تدخل حكومي، يصير في مثلا مزارع فيها مناخ معتدل ويكون فيها رحيق ويكون فيها حبوب لقاح طول السنه شغال، بحيث ان المناخ والغذاء، المناخ والغذاء والبيئه تكون مناسبه للنحل انه هو يتعايش في هذا المكان ويتكاثر. تدري ايش تخيلت؟ تعرف مدينه ترفيه قبل كان فيها القبه السماويه العوده، عرفتها؟ صح. تخيلها واحده شيء مسكره كلها نحل. صدق والله، يعني تكون مسكره فيها ليتات من فوق اضاءه، او يكون فيها مناور معينه تسكر وتبطل زين، وكلها مزروعه داخلي مزروعه داخلي زرع وورد وغيره، وبالنص تحط شبك وديوانيه. ولا بالنص تحط نحل. ما تقعد انت حط نحل وخله يشتغل. تخيل كنا محميه نحل يصير ولا ما يصير، وثلاثه قاعد يشيشون والنحل كح والنحل كح. زين يعني ممكن تنجح شغله كذي. تخيل سلم. شوف انه مغلق بالكامل ما يصير، لان النحل من الحيوانات او المخلوقات هو ترى حشره. النحل من الحشرات اللي يحب يطير وياخذ راحته. اذا حطيت له سقف مسكر مساحه 3000 4000 يعني وين بيصعد فوق؟ صدقني خالد فكرتك زينه، بس شنو راح ينتجون؟ النحل مدعوم. عسل التتن. لا ما خلي حد يدخل والله، يعني على الاقل لا يموتون يا معود، على الاقل بالصيف يدخلونهم داخل وبعدين يهدونهم عقب الصيف. اذا كان في مكان نقدر نشتغل فيه، ان مثلا الدوله تدعمنا وتوفر لنا المكان، وهذا نداء حق الجهات المعنيه، اتوقع الهيئه العامه للزراعه والثروه السمكيه، اذا كانوا يقدرون يوفرون لنا مكان واحنا نباشر بهذا المكان، نبدا ان احنا ناسس هذا المكان بالطريقه الصحيحه، ممكن ننجح. ان النحل يظل موجود، ما يحتاج تستوردونه. ممكن بالصيف مثلا تبعدونه عن الحر كثر ما تقدرون. إيه. وبعد الصيف هده يبي له شغل، يبي له ترتيب شغل. سؤال ماكو شيء صعب حق النحال الكويتي.
نقطه وانتهى الصف. حلو يلا ان شاء الله. سؤال، هذه المشكله موجوده في كل الدول اللي فيها الجو حار وصحراوي كذي؟ نعم كل نعم، مشكله. اغلب دول الخليج تستورد نحل. زين، من برا ممكن الكويت. تشرح لي في كلمه قلتها احنا في قلت لي مساحه عندكم 300 عائله كويتيه شركاء معنا بالنجاح، حاطين مناحلنا عندهم مناحل 3 بيز موجودين تقريبا 300 لوكيشن، 300 أوكي. عائله كويتيه. وقلت لي شنو بعدين 100 شنو؟ 100 شنو ما اتذكر. ما قلت لي 300 العدد الاجمالي إيه. الخلايا من 4000 الى 5000. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. فمثلا ال 300 لوكيشن او 300 منحل، كل منحل فيه مثلا 10 15 20 خليه حسب المساحه الحديقه اللي نقدر نحط فيها نحل. زين، انا ادري انكم انتم الحين منزلين اعتقد الصدر العماني. عندنا زين. تو قطفه جديده من عسل الصدر العماني، صح. حلو. نزلنا عطنا انواع وايد. مميزاته هذا والله. أم، انا لونه عجبني هذا، صح؟ هذا هو عسل السدر العماني. طبعا الاعسال الخليجيه انا افتخر فيها، حلو. ومن الاعسال هذه طبعا العسل السدر العماني متوفر الحين، صار بموقعنا الالكتروني. أوكي. ومتوفر بجميع افرعنا. واحب اكد ان الحين احنا بوقت لازم نقوي في مناعتنا. الحين احنا دشينا بموسم الصفري. أوكي. وبنفس الوقت تزامن الموضوع الصفري مع عودة المدارس مع عودة الناس من السفر، فصار 3 شغلات بوقت واحد. صح. فالفترة اللي طافت لاحظنا ان في امراض انتشرت، امراض البسيطه يعني ما نبي نخرع الناس، امراض البسيطه هذه قدرنا احنا نكتشفها من عن طريق الفيدباك اللي قاعد يوصلنا من الكول سنتر اللي ب 3 بيز ومن الافرع. فالحين هذا الوقت المناسب لتقويه المناعه، سواء تاكل عسل السدر، سواء تاكل حق الاطفال تاكلون العسل الابيض، او حق سهوله الاستخدام تبون الملاعق سهله الاستخدام بشكل جدا جميل. ملاعق الاستخدام اليومي وايد زينه هذه، وايد حلوه وايد وسهله، زين. تحطها بمخباتك وتطلعها وتاكلها بسهوله. المنوكه متوفر، والمنوكه متوفر منه الحين حق المناعه شنو زين؟ يعني انت كله حق المناعه زين؟ انا اعتقد كل الاعسال ممتازه للمناعه، ولكن اهم نقطه او اهم عنصر اللي هو عندنا الاستمراريه. انا دائما احرص على الاستمراريه، ما يصير انا اسجل نادي اروح اقعد بالنادي 5 دقائق والعب بالتليفون 10 دقائق واقول انا ابي اضعف ولا ابي اجسم، ولا يشترك ويقعد بالبيت، ولا يشترك ولا يقعد بالبيت. حلو. فلازم انا ابذل الاسباب. شو الاسباب؟ ان انا استمر بشكل يومي ان انا اكل عسل لين تقوي مناعتي. وبعدين انا احب اوصل رساله بشكل اوضح، مو بس تاكل عسل وانت يعني نومك تعبان، صح، ماكو فايدة، نفسيتك تعبانه قلبك تعبان، قلبك تعبان، قلبك تعبان. رهيف. ايه لا يصير قلبك رهيف. ايه عطى صدر عشان يقوي شو اسمه المناعه. فاكل عسل اللي انت تحبه، ولكن استمر فيه على اساس تقوي مناعتك. حلو. كمل لي على المنوكه. في منا عندنا احنا ب 3 بيز عندنا عسل منوكه هم متوفر، وعندنا منه 6 درجات، ال5 وال10 وال15 وال20 وال22 وال25 متوفرين كذلك بافرعنا ومحلاتنا. حلو. الحين انتوا قاعد تجهزون عشان مراحل يعني انا دائما اشوف في تحدي كبير، منافسه يقول شريفه يعني معي ما بين النحالين بالذات في الصدر، يعني الصدر الكويتي، صح؟ شنو يميزه؟ العسل الكويتي اثبت نجاحه بالمسابقات العالميه، وهذا ان دل ان العسل الكويتي مميز، ودل ان العسل الكويتي عسل مو بس حق انك تاكله بشكل يوم، هذا دل ان العسل الكويتي عسل علاجي، مو بس مجرد اكل تحطه بالطاوله وانتهى الموضوع. لا، هذا دل ان العسل الكويتي عسل علاجي، وهذا شيء جدا ممتاز، واحنا المفروض نفتخر فيه ككويتيين. والمنافسه قاعد تصير انه منو يطلع العسل الاجود، والحمد لله انا عندي ثقه بجميع النحالين الكويتيين. سواء انت كنت تشتري، دائما اقولها، انت سواء تشتري من 3 بيز او من غيرنا، سواء بما انه هو نحال كويتي اشتر منه وانت مطمن وانت مرتاح. حلو. انا مو شرط 3 بيز، اكدها. نعم. واللي يقوي المناعه مو بس حتى العسل، حتى البصل والثوم ترى يقوي المناعه. بصل مع الكباب، بس العسل اهون. خالد دق على العسل اهون، صح. حط 2 كباب منو مع راس البصل وراه عسل. خلص. انتم نجحتوا في موضوع العسل الابيض هذا، صح. صراحه انا يعني عن تجربه شخصيه احس ان طعمه حق اليهال بالذات لذيذ. صدقت. يعني ما يحسون يعني كانه يعني شيء كان حلاو. حلاو. كان حلاو.
في حلاوه معروف لونه اسود او الكاكاو المعروف اللي لونه اسود هو البديل الناجح حق هذا الكاكاو. فاليوم الطفل انت كلنا ندري ان الاطفال مجرد ما توريه عسل راح يكش صح. بس اذا وريت له العسل الابيض ولا تقول له انه عسل، قول له ان هذا حلاو، وصدقني ان الطفل راح يتقبل هذا العسل وراح ياكله بشكل يومي وراح يكون مدمن بشكل ايجابي على هذا العسل. جميل. انا بعد ابي اشيد في شغله والله صراحه. اول شيء يعني سالم تدري شهادتي فيك مجروحه، وقسما بالله من الشركات اللي احنا نفتخر ان عندنا شركات كويتيه. يعني حتى الباكينج مالكم يعني حتى لما تي تاخذ تشتري عسل، الحلو انه حاطين كل شيء عليه، يعني مكتوب شنو هو، ليش، ايش حقه، طريقه. صراحه وايد شيء حلو. الارقام، الخلطات، يعني هنا مثلا مكتوب ليش بالزعفران وشنو ميزه الزعفران، هذا مكتوب عليه كل ميزه مكتوبه بشكل. اضافه الى هالامر دائما اشوف مثلا ما شاء الله تشجع الناس. انت دائما اشوف في عروض عندكم. احنا قاعد نحاول كثر ما نقدر ان نوضح جميع المعلومات حق المستهلك، نحاول ان تكون الامور جدا واضحه للمستهلك، ما نحب نخش شيء، نحب ان البيانات والمعلومات تكون شفافه بالكامل على اساس لما نبيع للمستهلك يكون المستهلك راضي ومرضي. عدل يقولوا راضي ومرضي. تشاعر قبل كنت يا ريت والله. فهذا الشيء يريحنا ان العميل يشتري وهو خلاص مرتاح وواثق بهذا الموضوع. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني نسيت ما ادري ايش قلت صراحه. حلو، مو مهم، مو وصلت المعلومه. انا خليكم دقيقه كذي يصير. زين سؤال. حبيت كمل حبيت هذه سالفه. نسيت ما شنو قلت. حلوه. زين. ما ركزنا على نقطتين. اخذ عسل يا اخي. اول شيء ما تاكل عسل. اول شيء ما قلت لي وين الافرع. افرعنا احنا ب3 بيز عندنا تبارك الرحمن 7 افرع. عندنا ب 360، عندنا بالوير هاوس، عندنا بالجيت مول، عندنا بالمارينا، عندنا بالخيران، وعندنا بالافنيوز محل وفرع. وعندنا كذلك خدمة العملاء عن طريق الكول سنتر، رقمنا 9000-1-650، وفي كود خصم حق اللي قاعد يسمعنا عن طريق الإذاعة. كود الخصم 360. تقدر تاخذ الخصم أو تتمتع بالخصم سواء إذا طلبت عن طريق الكول سنتر بالواتساب أو اتصال، أو عن طريق الأفرع تقول لهم أنا عندي كود خصم 360 راح يعطونك الخصم. وترى في عندنا عروض وايد ب3 بيز، قاعد نحاول نسوي عروض ترغب الناس بأكل العسل بشكل يومي. حلو. وبصراحة أنا يعني أبي أشيد في دوركم في الخدمة المجتمعية. والله العظيم والله كل مكان ما شاء الله. أقول لك شيء خالد، أنا صار وياي موقف وسالم ما كان، كان برا الكويت. جاي أنزل أغراض ببيت الوالدة ولا خلية نحل هالكبرها. فاليهال وخروا. كان أقول حق سالم قال لا تجي اسم، خلهم باشر يمرونك. وفعلا يوم وما شاء الله يعني حتى يوميا كنت ما تبي تلبس، قال لا الموضوع عندي انا. تصدق ما ادري وياهم رشاش ما ادري شو. انت شفت شكل النحل هذا شلون صاير؟ كنا شكله كنا ذبان ومو ذبان صغير. نحل قزم. الله يجزاك خير انك ذكرت هذه النقطه. احنا ب3 بيز عندنا خدمه مجتمعيه مجانيه نسويها لاي شخص يواجه مشكله بالنحل. احنا نروح ونشيل هذا النحل ببلاش من غير ما ناخذ منه ولا فلس. طبعا النحل هذا احنا ما نستفيد منه عشان ما يعتقدون الناس احنا بنشيل النحل معناته بنستفيد منه، لا نهائيا. احنا نشيل النحل هذا نوديه باي مكان بعيد، نحطه تحت الشيره وعلى اساس انه هو يقدر يكمل حياته بشكل طبيعي. هذه الخدمه نسويها ببلاش. ويكثر بالكويت تنقل النحل البري او النحل القزم اللي كان موجود ببيت. شنو ذبان شكله يسموه ذبان. هو نحل صغير كميه. اي وايد. شوف شيء اسود شيء كود. لا ما يأذي. بس في ناس يكون عندهم خوف ورعب مجرد ما يكون بالبيت، وخاصه الامهات يشوفوا يربكهم شويه وكذا. اذا شافوا نحله نحلتين فيصير في خوف على اليهال. سؤال، ما صار وياك موقف مثلا الحين موسم رحت جبت نحل من برا وصار خلاف ما بين الملكه وما بين الباجي؟ يعني ما صار الخلاف. يعني الملكه هونت قالت ما رايحه، ما صار خلاف عائلي بينهم. احنا سنويا يكون عندنا موت وفقد بالنحل سنويا. طريقه تجهيز النحل بالدول لين تنتقل للكويت طريقه جدا غريبه وصعبه ومتعبه. فيحصل كلامك صحيح، يحصل ان النحل ما يتقبل الملكه، لأن يكون النحل
مو عيال الملكه هذه، فما يتوالمون، ما يكونون من نفس هذا يعني النحل الكويتي والملكه يبين من برا. فيصير فيه هجوم ويذبحون الملكه، يصير هذا الشيء. فاحنا متى نقدر نكتشف هذا؟ مع الفحص الدوري. لما نسوي الفحص الدوري نكتشف ان الملكه ماتت، فاحنا نضطر نبدل الملكه او نضم خليتين مع بعض على اساس ان تستمر تنخلط العمليه. اقول لك ما يقدرون يستمرون من غير ملكه نهائيا. ايش دعوه؟ كل خليه وكل بيت في ملكه واحده فقط. صدق؟ اي احنا ليش اسمنا 3 بيز؟ هم 3 نحلات، الملكه والشغالات والذكور. لازم في كل خليه ملكه واحده ومجموعه وال 95% شغالات وجزء بسيط من الذكور، وكلهم مقسمين حسب حياتهم وحسب ترتيب مهامهم ومسؤولياتهم داخل الخليه. يعني شيء خطير، شيء خطير. فلازم كل خليه يكون فيها ملكه واحده فقط، والملكه عمرها يوصل الى 5 سنوات، اما الشغاله الانثى من 4 الى 6 اسابيع بعدها تموت. والفرق بين عمر الملكه وعمر الشغاله ان الفرق بين 4 اسابيع الى 5 سنوات ترى فرق كبير. الفرق هو شيء واحد، هو غذاء الملكات. النحل يغذي الملكه غذاء الملكات. هو ليش اسمه غذاء الملكات؟ لانه يعطي حق الملكه ما يعطي حق الملكه وما ياكله. اي ياكلونه بشيء بسيط، بس الملكه تاكله بكميه اكبر او جرعه اكبر او دوزج اكبر، فيعطيها يمد بحياتها. يمد بحياته. فتخيل شلون هذا غذاء الملكات اللي متوفر طبعا عندنا، شلون هو يعتبر سوبر فود وممتاز حق النساء وحق الشباب وحق الرياضيين وحق الحين سؤال، حتى الذكور ما ياكلون من الاكل هذا؟ الذكور هم اكثر ناس مظلومين بخليه النحل. قسما بالله ذباح الريايل، قسما بالله اكثر ناس مظلومين. حتى بالنحل يوقف عند الباب وقاعد طالع بس. تخيل اذا النحل حس ان الغذاء قل، مخزون الغذائي قل، اول شيء يسوونه يطردون الذكور من الله اكبر. تخيل هذا اللي شفت الشغل من الصيف الدنيا يشتغل ويكرم ويتعب. هذا بالمنحل على قولتهم الخليه. اول قسم ينطرد هو قسم الرجال، يطردون الرجال كلهم. حلو. يتنازلون عنهم كلهم، يقولون يلا وين يروحون؟ والله يا سلام، يا ما شلنا نقمه من حلجنا واعطيناهم. زين وبعدين شو يصير؟ زين سالم لحظه، في يعني اللي بيسوي بيته بيصير هاوي يبي يجرب، شلون طريقه؟ في دورات تسوون انتم من وقت لوقت؟ الهيئه تسوي دورات. هي اوكي. وانا اسوي تقريبا من شهر ديسمبر اسوي زيارات ميدانيه عندنا بالمنحل النموذجي. حلو. استقبل الناس واعطيهم شرح عام، مو دوره بس يعني ياخذون فكره، اعطيهم فكره بشكل عام. حلو. بحيث ان انا احببهم بهوايه تربيه النحل واحببهم باكل العسل بشكل دائم. طبعا هذه خدمه مجتمعيه مجانيه، زياره للكل. زياره للكل. ترى في شغله مهمه وسالم ابيك تشاركني بهالموضوع تفهمني اياه. عيوني لك. العسل في ناس تقول لك ان في حالات المرض، في حالات الكوارث، في حالات الحروب، في حالات الاجواء اللي يقول لك والله استعدادات مثلا حق لا سمح الله تورنيدو ولا شيء بي. تلاقي بعض الدول شو يقول لك جهز عمرك ان 4-5 ايام ما تطلع، او بعضهم يقول لك اسبوعين ما تطلع من البيت، حتى ايام الحظر ما الحظر. العسل الاكل الوحيد اللي سبحان الله اللي يقعد كم سنه للابد. صح. للابد اذا كان نظيف. صح. مو ضايفين عليه ولا شيء. صح. يقعد الى الابد. هذا حسب ما الكلام موجود. ما يدوم شيء الا رب العالمين سبحانه. بس ان هذا حكمه ربك. يعني يقول لك حتى في عسل لقوه من ايام الفراعنه. صح. انا تو بغيت اقول لك عسل وهذا الشيء وضاقوا المشكله شو بالضبط. كلامك صح وكلام العلماء صح. بس بيني وبينك من غير لا حد يسمع لا حد يسمع انا ضد الفكره هذه. إن شنو العسل يطلع لك فريش، ليش تنطره يصير قديم عشان تاكله؟ ليش انا انطر العسل يصير قديم عشان اكله؟ لا انا وياك اخذ فريش اول باول. بس انا قاعد اكلمك بالوضع اللي مثلا لا سمح الله اذا صار مثلا كوارث طبيعيه من الاكل اللي ما يكثر. اوكي حق الكوارث الطبيعيه صح. من الشغلات من احسن انواع الاكل اللي تخزن. صح اشتري عسل نظيف يكون ماكو عليه اضافات ولا عليه شيء. صح. وتخزنه عندك. يفيدك وقت بقول لك شغله، في ثقافه عند احد الدول الخليجيه عندهم نوع من انواع العسل ما ياكلونه الا لما يحول عليه الحول، ويسمونه عسل حولي.
ان شيبانهم ما يحبون ياكلونه إلا وين يدور عليه سنة. يدور عليه سنه. سبحان الله. يتغير لونه ويصير طعم في طعم ونكهه معينه. أي. ويدمنون هذه النوعيه بشكل كبير ويصير اغلى. تخيل. اوف ويصير اغلى، يصير مرغوب يعني، يصير دلنا المكان. يصير معتق. خلينا نشتري منكم خشم حق سنه قدام. زين اقول لك شغله، يعني وايد ناس يقول لك لا ساعات في سكري وكذي، في عسل مثلا يعني ما يضر السكر، ناس مرضى السكر وكذي. هذا السؤال دائما احنا يوصل لنا بما يخص مرضى السكري. انا دائما اقول مرضى السكري في بعضهم يقدر ياكل حبه تمر، في بعضهم ياكل حبتين 3 حبات تمر، في بعضهم يرن كنافه كيلو كامل وما يصير شيء، ما عنده مشكله. كل واحد وحسب جسمه، هو يعرف حق جسمه. فبما انك انت تقدر تاكل تمر اكيد تقدر تاكل عسل. فانت وقابليتك انت وقابليتك، انت ومعرفتك بجسمك، مو انا اللي احددها. صح. انت اللي تحددها، انت عارف حق جسمك، انت عارف حق تركيبه جسمك. في واحد يقول لك انا اقدر اكل العسل بما اني مريض سكر، اقدر اكل العسل الصبح واحرق الطاقه مالت العسل طول اليوم. فكل واحد وحسب جوه وترتيبه. بس هل يقدر ياكل عسل؟ نعم يقدر ياكل عسل حسب وضعه، لان كله طبيعي. كله طبيعي. انا اقول لك العسل حاله حال الفاكهه وحاله حال التمر. انت تقدر تاكل تمر، تقدر تاكل تفاح وموز وفاكهه، اكيد تقدر تاكل عسل. زين وما عليهم شر. مساء خالد، انا ودي اسالك مساء بعد خالد سالها السؤال وانت ما كنت يعني قبل الهواء. هذه الحبوب شنو اللي هناك اخر واحد؟ هذه حبوب اللقاح. حبوب اللقاح. النحله تعطينا عده منتجات. النحله الحشره الصغيره هذه، خليك من النحله. البقره كم منتج تعطينا؟ اوه وايد. كم؟ ما ادري بس وايد يعني. البقره شبه مثلث. البقره تعطينا منتج واحد بس. وايد اشياء وايد. شنو داوي تعطي؟ يعني لا مشتقاتها، قصدي مشتقاتها. شنو قصدك على الحليب؟ يعني من الحليب. اي الحليب اخذ اللي تبي. شنو تبي الحليب؟ شنو؟ كل وايد مشتقات. جيمر. اي غلط. هذا كل الشغلات هذه الانسان يسويها. اوكي. الانسان ياخذها من البقره وبعدين يعني شيء مباشر. مو شيء مباشر. شنو الشيء المباشر اللي تعطينا اياه البقره؟ احنا ما ادري ليش حولنا على البقره. كنا عند النحل. على قولة رمان العقل الله يطول بعمره. حليب عندنا حليب. البقره حجمها الكبير يوصل وزنها نص طن، 500 كيلو 700 كيلو، تعطيك منتج واحد او منتجين. اما بالمقارنه مع النحل الحشره الصغيره جدا هذه تعطيك 6 منتجات. عدد. عسل، حلو. حبوب لقاح اللي هو هذا، تمام. غذاء ملكات، تمام. الشمع، صح. العكبر. والله لذيذ الشمع. لذيذ. ايه قلنا العكبر، واخر شيء سم النحل. فهم 6 منتجات. فتخيل المقارنه بين العكبر شنو؟ العكبر اللي هو اقوى مضاد حيوي بالعالم. هذا طبعا مو كلامي، كلام الدكاتره. انا لست بدكتور، ترى صدق انا لست بدكتور، انا نحال. موجود عندكم ولا لا؟ العكبر موجود عندنا باحد المنتجات. بالمنتج بس ما نبيعه، ما يصير بروحه. احنا ما نبيعه بروحه حاليا، يمكن بالمستقبل نبيعه بروحه. فردا على سؤالك، والسم هذا ينباع بعد عندنا اياه. نعم. اي خذيت انا خذيت من نبيع ترياق. نحط فيه عندنا منتج ب3 بيز اسمه ترياق. للامانه الحين خالص اوت اوف ستوك، بس حلو ترى، قوي عليه ضغط قوي. بس للامانه مخلص الحين. في سم النحل وفي عكبر. احنا سوينا الخلطه هذه بناء على دراسه نيوزيلنديه ونجحت تبارك الرحمن. ما شاء الله. الله يوفقك. الله رساله تحب تقولها حق الناس؟ ان شاء الله يكون موسم خير لجميع النحالين، وان شاء الله يكون انتاج طيب هذه السنه. خالد فتشه، لان انا بخاطري شفت لونه وايد. السدر العماني، السدر العماني. فتشه خالد، تكفى فتشه. السدر العماني عليه عرض خصم 50%. ما شاء الله. مثل ما قلت بالخصم فعال على جميع افرعنا، سواء كانت ب 360 ولا بالافينيوز او بالمارينا او بالجيت مول او بالوير هاوس. قوي مو؟ وتقدرون تاخذون خصم. الرحمن ما اقدر، ما يبطل. ريحته حلوه. ريحته حلوه عليك بالعافيه. ما فيك سدر العماني قوي. ما يصير. ما فيك فاش تاكل هني ما يصير. بعد شوي برا يجيب لك خبز اوكي. تقدرون تطلبون عن طريق الافرع او عن طريق الكول سنتر او عن طريق الواتساب. رقمنا وايد سهل، 9001-650. وكود الخصم حق اذاعه 360 الكود وايد سهل، الكود 360. بس روح قول 360 الكود 360. ابي اكرر مره ثانيه ان الرقم 9 3 أصفار 1650.
نعم. 9 3 أصفار 1 6 5 0. تقدرون تتصلون على أي فرع مثل ما قلنا إن عندهم عروض مستمرة. ممكن تتصل على الكود سنتر تسألهم عن العروض. الأفرع ما شاء الله منتشرة. عندنا نيبي 360 بالوير هاوس بالكوت بالأفنيوز عدل ولا بالأفنيوز نعم. فعندهم 6 أفرع ما شاء الله موجودين تقدرون. وعندهم خدمة توصيل. عندنا خدمة توصيل بالكويت وخارج الكويت. حلو. وعندهم خدمة مجتمعية. والباكينج صراحة يعني أنا من الأشياء اللي أتعامل فيها مع ال 3 بي صراحة ايش بغيت اقول؟ حسيت فيك. كله منك مو مني انا. تدري ليش؟ قاعد تسولف كان تقول كباب، بعدين سولف كان تقول كنافه، بعدين يوعنا. يمكن تطلع المتين من الدنيا لكن ما تطلع المتين من داخل الشخص. ما اكيد ايه يعني فهمت يعني احاول اطلع المتين منك. المتين ضاع قاعد ضعف والمتين داخل قاعد. فطق براسي ستيك شرد بعد زين. فالحلو ان عندهم باكينج الهدايا. وايد حبيت انا صراحه صح. انه ممكن انت اليوم مثلا بيت الوالده بتودي حلو تودي كذي يا اخي خذ باكينج وياك حلو. عندهم مرتب ذكرتني الله يذكرك بالشهاده عن طريق موقعنا الالكتروني. تقدر تدش عن طريق الموقع تطلب انك ترسل هديه، فتحط عنوان المرسل اليه وتحط الكلام الشاعري والحلو اللي تبي تحطه بالكرت. حبيتك الله. نطبع لك اياه بالبرنتر وتوصل الهديه حق الشخص اللي تبي تهديه. ما لقيت اغلى من العسل يا عسل. الله عليك. سجل عندك سجل. ما لقيت اغلى من العسل يا عسل. بالضبط. 9 0 0 0 1 6 5 0. دز لي 2 عسل حق العسل. بالضبط. عطنا يبا. الله يجزاك.